أدعو أخي فخامة الرئيس المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة والروابط الأخوة وحسن الجوار. كما نجدد التزامنا بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل بين الدول الخمس. 3 ولا 4 مرات اللي يخرج في خطابات مماثلة ويتظاهر أو يمد يده المسمومة، يمد لك يدا بالصلح ويطعنك باليد الأخرى. من جهة يمد يده وفي نفس الوقت يطلق كلابه وأبواقه وعيشته ورعاياه على الجزائريين ينهشون ليلا ونهارا في لحم الجزائر. الدعوة إلى الصلح والدعوة إلى التفاوض والدعوة إلى الجلوس إلى المفاوضات والتفاهم وحل الخلافات يمر عبر أعمال وليس عبر الأقوال. 8 ولا 10 أيام يعاودوا يجبدوا الأسطوانة المشروخة نتاع الصحراء الشرقية، كأن هذه الصحراء الشرقية كما يسموا فيها هما أو أرض الجزائر وحدود الجزائر يعني أخذوها هكذا، داوها كما داو هما الأراضي عطتها لهم فرنسا في ظل الحماية وفي ظل الوصاية عليها. وثيقة الدم أو شرعية الدم لا تعلو فوقها شرعية الدم فوق كل الشرعيات. ما أخذ بالدم لا يمكن أن يسترجع إلا بالدم. كل ما يشوفوا الجزائر حقرتهم وسكتت عليهم وتجاهلت نباحهم وعويلهم ورانا دينا خلاص الصحراء الغربية والحكم الذاتي وما بيشناش ومعنا أمريكا ومعنا أوروبا ومعنا فرنسا ومعنا ألمانيا ومعنا روسيا، حتى روسيا أصبحت معهم ومعنا الصين وكل العالم معنا و200 دولة معنا والقنصليات ويتكلموا لنا معنا خلاص ديناه سالينا كما يقولوا سالينا دينا الصحراء الغربية انتهى الأمر. إذا لماذا تتكلمون عن الجزائر؟ مادامكم اديتوها، لأن المفتاح بيد الجزائر. كل ما تحكموا مسخانة كل ما يصابون بالحزن، كل ما يصابون باليأس الأسود، وما تظهرش حتى أي علامة على أن الجزائر ستستسلم أو تخضع لهم. حينها يشهرون سلاح الاستفزاز وسلاح التشويش وسلاح الابتزاز لما يسمونه بالحدود، رغم أن الحدود مرسمة بالمواثيق الدولية، وما يعلمون جيدا أنهم لن تسمح لهم لا موازين القوى ولا العقيدة الجزائرية، عقيدة الشعب الجزائري خاصة بخصوص أراضيه وحدوده، لأن الجزائري مستعد أن يفنى برمته على يعني شبر واحد من أرض معروفة يعني على عبر التاريخ. والشعب الجزائري هو شعب مناضل، هو شعب مقاوم ومكافح للاستعمار بطبيعته، لا يرضخ للاستعمار ولا يقبل الذل للاستعمار، عكسهم هم تماما. هم يعني شعب تربى على الوصاية وتربى على الحماية وتربى على الاعتماد على الأجنبي. هو خطاب موجه للخارج يبين لهم باللي رانا نحن شعب طيب ونحن دولة مسالمة وهنا نمدوا في أيدينا لجيراننا هم يرفضونها، يعني بينوا روحهم وكانوا يعني كما يقول عادل الإمام ناس طيبين قوي. شوفوا كيفاش الملك يمد يده بالسلام وبالمحبة ويطلب الصلح مع إخوانه الجزائريين، وشوفوا كيفاش الدولة الجزائرية ترفض اليد الممدودة إلى غير ذلك. هذا هو الواقع. أما في الداخل، أما الخطاب في الداخل بعد ما يدير الخطاب بتاعه ويمد يده المسمومة، يمد اليد الأخرى ويطعن الجزائر من الظهر، يدعو إلى تقسيم الجزائر أو يطلق كلابه كما هو معروف البروباغندا تاعه وجيوش الجرارة تاعه من العبيد والكلاب النابحة على الجزائر لكي يدعون إلى تقسيم الجزائر ويروجون لتقسيم الجزائر أو يروجون لأراضي مروكية مزعومة داخل الجزائر الصحراء الشرقية كما يقولون. لماذا؟ لأنهم انتظروا أي علامة أو أي بادرة تأتي من الجزائر بأنهم استسلموا أو خضعوا، فإذا بالجزائريين ثبتوا على مواقفهم، ما خوفتهمش لا أمريكا لا فرنسا لا إسرائيل لا على العالم لا الجن الأزرق لا سكان المريخ. وحتى إذا تكلمنا على الطموحات التوسعية إلى المخزنية هذه الخبيثة، هي طموحات حقيقية وليست بدعة في الحقيقة. التوسع منصوص عليه في الدستور، تلقوا باللي التوسع منصوص عليه في الدستور. في الحالات العادية يسكتوا ما يتكلموش ويعطوك غير اللسان الحلو ونحن إخوة ونحن وكذا وعلاقات تاريخية مشتركة وعناصر مشتركة وعندنا دين واحد وعندنا وكذا وكذا. ولكن عندما تتوتر العلاقة وعندما يعني ما يمشوش معهم في الخط مثل الجزائريين أو حتى الموريتانيين ويعطوهم يعني الحقيقة في وجوههم ويثبتون على مبادئهم خاصة بخصوص قضية الصحراويين العادلة، حينها يشهرون عليهم أسلحة الحدود، ولو الحدود سنعود إلى تحرير أراضينا.
الصحراء الشرقية وتحرير أراضينا في موريتانيا. لكن الهذيان نتاعهم وكل نباح نتاعها مع الجزائر وحل الفم نتاعها مع الجزائر، لأن الجزائر لم تخضع لهم، لم تسر معهم في خططهم التوسعية في الصحراء الغربية. عندما يأسون ويصابون باليأس ويخيم عليهم الحزن الأسود يبدو يحلوا فمهم على أراضي الجزائر أو يحلوا فمهم على تقسيم الجزائر ويتكلموا على جمهورية الإقبال إلى غير ذلك إلى غير ذلك. مثل ذلك الدبور الذي زن على خراب عشه، وهذا عياشي أو مخزني مهما كانت الصفة متاعه يبدو أنهم يزنون على خراب عشهم. علاش؟ لأنه هذا سيدفع الجزائريين لا محالة إلى الحنين أو إلى التفكير أو ربما ينشط ذاكرتهم ويتذكرون أراضيهم شرق واد ملوية رغم المواثيق الدولية. إذا كانوا يدرون، إذا كان يعني التصرفات نتاعهم وحلال الفم نتاعهم يعرفون النتيجة نتاعهم، على باليش إذا كانوا يعرفوا نتيجته ولا لا، لأنهم هما يعني الهدف نتاعهم وش هو التشويش على قضية الصحراء الغربية. الهدف نتاعهم أيضا استفزاز الجزائر، الهدف الآخر أيضا ابتزاز الجزائر في إطار البروباغندا، في إطار الدعاية والحرب النفسية. هم يدركون جيدا كما قلت أنهم لا يستطيعون على الجزائر حتى ولو كانت عندهم أطماع توسعية، وأكيد عندهم أطماع توسعية، لكنهم لن تسمح لهم لا موازين القوى ولن تسمح لهم أيضا العقيدة نتاع الجزائري الحر، لأن هناك فرق ما بين العبد وما بين الحر. عقلية الحر عقلية وعقلية العبد عقلية. إذا كانوا يدرون فمصيبة، وإن كانوا لا يدرون فمصيبتهم أكبر. إذن هذا الناس أو المخزن وعيشته وعابده وبقه هم في الحقيقة يجرون أنفسهم لكي يخربوا عشهم بأيديهم. لماذا؟ لأنهم يضغطون على الجزائريين ويدفعون الجزائريين ويحرضون الجزائريين، وعندما ينفذ صبر الجزائريين تأكد أنهم سيعيدون رسم حدودهم الغربية طبقا للحدود الحقة التاريخية لدولة أو للشعب الجزائري وللأمة الجزائرية. هذه تأكدوها مليح. إذن هم ربما لأنهم زاطلين أو منتشين، فهذا ربما يجعلهم يعني لا يدركون مصيبتهم وكارثتهم، ما بالهمش باللي راهم باش يجروا على أنفسهم. مثل العرجة مثلا، مثل واد العرجة وتزلموا، ما مجروا على أرواحهم حل الفم، حلوا فهم الجزائر رجعت واد العرجة بمكبر الصوت وزلموا. وهكذا سوف يحصل بالنسبة لوجدة وبالنسبة لأراضي أخرى في فيقيق وغيرها يعني أراضي تاريخية جزائرية شرق واد ملوية. الجزائر سوف يعني يدفعون الجزائر لكي تفكر في استرجاع أراضيها شرق واد ملوية بالسلم أو بالحرب أو حتى بمكبر الصوت. وعندما يبدأون الجزائريين في استرجاع أراضيهم حينها لن ينفعهم الندم، سيندمون وسيبكون وسيقولون والله غالبا كنا نمسح، كنا نتمسخروا، سامحونا. حينها لن يتسامح معهم الجزائريون. إذن أرض الجزائر أرض مدفوع ثمنها بالدم. ونعاود نكررها، إذا كنتم يعني فعلا جادين، وأنا متأكد أنكم لا علاقة لكم بالجدية، وإذا كنتم جادين فما عليكم إلا أن تدفعوا ضريبة الدم. ما أخذ بالدم لا يمكن أن يسترجع إلا بالدم. حان الوقت أيضا للجزائر أنها تدخل على الأقل مرحلة التعبئة النفسية على الأقل والاستعداد من أجل فتح ملف شرق واد ملوي بغض النظر عن المواثيق الدولية. على الأقل نديروا كيفهم، نحن أولى منهم بذلك. نحن على الأقل نتكلم على أراضي تاريخية حقيقية اللي هي أراضي الجزائر شرق واد ملوية، نتكلموا حتى نحن عليها ونديروا عليها البروباغندا ونديروا يعني ضغط على النظام الجزائري والدولة الجزائرية لكي تعيد التفكير أو تفكر جديا في فتح ملف أراضيها الحقة شرق واد ملوية. وأنا قلتها أكثر من فيديو في السابق أن العقيدة والعقلية نتاع التوسع لا يمكن وقفها إلا بعقيدة توسعية مضادة وفعالة. اليوم إذا كنت تكلمنا عن المواثيق الدولية، الحدود موثقة ومرسمة وواضحة للعالم أجمع، ولكن العقيدة التوسعية التي انبنت عليها السياسة المخزنية منذ قرون هي عقيدة راسخة موثقة في الدستور، العقيدة التوسعية المخزنية. إذن لا يمكن أن توقف العقيدة التوسعية للنظام المخزني العميل المتصهين اللي هو أداة بيد الاستعمار أصلا. لا يمكن أن توقف العقيدة التوسعية نتاعو والطموحات التوسعية نتاعو إلا بعقيدة توسعية مضادة وتحرير في نفس الوقت، تحرير ما احتله من الصحراء الغربية. لا بد أن تتحرر الصحراء الغربية، ولا بد أن ينال الشعب الصحراوي استقلاله كاملا، ولا بد على الدولة الجزائرية أن تتوسع قدر الإمكان أو تعيد رسم حدودها الغربية في إطار حدودها التاريخية الحقة،
تريد رسمها يعني قدر الإمكان تتوسع، وهذا ما سيمنع وما سيوقف طموحات التوسعية للدولة المخزنية. لا تسألني عن الثمن، لا تسألني عن الثمن الذي ستدفعه الجزائر في هذا الخصوص، لأن الإمارة ليست وحدها. الإمارة اليوم هي أداة وظيفية بيد الدول الكبرى، بيد الاستعمار، بيد أمريكا وبيد فرنسا وبيد إسرائيل وبيد أوروبا كلها وبيد الخليجيين إلى غير ذلك. لكل شيء ثمن على الدولة الجزائرية أن تعيد التفكير وتفكر جديا في أراضيها الشرق والمنوية، ثم في نفس الوقت تدخل على الصراع من أجل استرجاع الصحراء الغربية واستقلال الشعب الصحراوي. تدخل بطريقة جدية وتتحالف مع الجيش الصحراوي تحالف عسكري وتعاون عسكري، ويدخلون في حرب ومواجهة مسلحة وحرب حقيقية مع الاحتلال المخزني أولا كما قلت لكي يحرروا أرض الصحراء الغربية، وثانيا لكي تعيد أيضا الجزائر رسم حدودها الغربية بما يلائم أمنها القومي.